انت بتعمل فيديوهات وبتتعب عليها، ولكن المشاهدات قليلة جدا. مش عارف المشكلة فين. خليني اقولك بالظبط ايه السبب وازاي تزود المشاهدات بتاعتك بطريقة عملية. بص يا صاحبي، في عندك 3 اسباب رئيسية. اي حد بيعاني من قلة المشاهدات لازم يركز عليها. وتذكر كمان، قبل قلة المشاهدات نجاح قناتك لو مفيش مشاهدات قناتك مش هتنجح. وال3 أسباب اللي هنتكلم عنهم دول لو ما خدتش بالك منهم قناتك هتفشل نهائيا، ومش هيبقى لها وجود. انت بترفع فيديوهات وخلاص، مفيش غير المشاهدة اللي انت بتشاهدها او صفر المشاهدة او لا مشاهدات. فركز معايا أرجوك علشان تعرف الحل. أول سبب معانا العنوان والصورة المصغرة ضعف. لو محدش بيضغط على الفيديو بتاعك حتى لو المحتوى جامد قوي، يوتيوب مش هيقترحه. بتعرف انت لو عامل فيديو مدته ربع ساعة وبيتكلم عن حاجات مهمة، وليكن حاجات في الطب، حاجات في أي مجال تاني، بس تكون حاجة مهمة، إذا كانت الصورة مصغرة ما شدتش انتباه المشاهد، اعرف إنه الفيديو بتاعك مش كويس. ومش كويس من داخل الفيديو، لأ خالص، مش كويس بالعناوين، مش كويس بالوصف بالكلمات المفتاحية. فده كله لسه هنتعرفه قدام، وهنتعرف كمان ازاي نحل المشكلة دي. قلنا أول حاجة اليوتيوب مش هيقترح الفيديو بتاعك بين الأشخاص. طب ليه؟ ده اللي هنتعرفه بعد شوية. لا ده اللي هنتعرفه الجاي، خليكم معانا. تاني مشكلة، المحتوى مش بيشد المشاهد، ناس بتخرج بسرعة. إذا المشكلة في البداية، أو إنه الفيديو ممل جدا. أول 30 ثانية من الفيديو بيحددوا إن كان المشاهد هيكمل معاك ولا هيخرج. فأنت حاول حط كل إبداعك كل خبرتك في أول 30 ثانية من الفيديو علشان المشاهد يكمل معاك للنهاية. تالت مشكلة، الفيديو مش بيوصل للناس الصح. العنوان مش واضح، الكلمات المفتاحية غلط، كل ده بيأثر. اسمع يا صديقي، قصدنا من الكلمتين اللي قلناهم دول. انت دلوقتي بتكون قناتك موجودة، اعدادات القناة بتحط لي في الكلمات المفتاحية بتاعت اعدادات قناتك الربح من الانترنت، ازاي تعمل مشكلة مش عارف ايه، افكار مشاريع مربحة، يوتيوب، تيك توك، فيسبوك. تحط لي في هاشتاجات وحاجات وكلمات مصغرة ومش عارف ايه. ده كله اسمه عك. ابعدوا عن يوتيوب تماما، دي اصلا مش بتاع يوتيوب الكلمات المزخرفة. اغلب الناس بيجوني افتح على اعدادات قناتهم حاطين لي كتابة مزخرفة، كتابة مش عارف ايه، هاشتاجات. طب دي بقول لك حط الكلمة واعمل فاصلة وعدي عليها، انت ليه بتحط اتات ولا هاشتاجات؟ مش فاهم انا. وبيكون بالأخير أنت أصلا محتوى قناتك بيتكلم عن الطبخ، بتقوم جاي حاطط الربح من الإنترنت والربح من يوتيوب، بتقوم جاي مستهدف حاجات أنت مش عارف لها أصلا ولا أنت عايزها أصلا علشان الفيديو بتاعك يقترح بالإنترنت. طب أنا دلوقتي بقلب بالتليفون عن طرق الربح من الإنترنت، أقوم جاي تلاقي الفيديو بتاع الطبخ بتاعك، هرمي التليفون أنا ولا هعمل إيه بالظبط؟ انت استهدف اشخاص معروفين. يعني من الاخر خالص، انت مش مستهدفني، انا شخص ببحث عن الربح من الانترنت. لو ظهر لي محتوى طبخ انت مش مستهدفني، علشان كده انا مش هدخل على الفيديو بتاعك، واحتمال اعمل له ازالة على الكامل. فده بيأثر على قناتك بشكل كبير جدا. فهو في حل وحيد، انت بتقول لي علشان اجيب مشاهدات ومش عارف ايه. طب ايه رأيك لو قلت لك لو انت محتوى طبخ بامكانك تجمعي بين حاجة تانية؟ ايه هي؟ انا مش عارف الصراحة، قولوا له انتوا ايه هي. ممكن تجمعي بين حاجة تانية مثلا زي رمز الفكرة، بيقدم محتوى بيجمع بين الإبداع وتطوير الذات والنجاح المالي، لأن كلها مطورة ومكملة لبعض. يعني أنت عايز مثلا تجيب فلوس، أكيد لازم تطور من نفسك أول حاجة. أكيد برضو لازم يعني تفهم النجاحات المالية والاقتصاد وحاجات زي كده. فأنا بجمع لك ال3 في واحد، وكمان بضيف لك عليهم حاجات من يوتيوب، مرات بالبرمجة، مرات مثلا بالاقتصاد، حاجات كتير قوي. يعني انا بجمع لك ال3 بواحد علشان اديك اقصى اهتمام، اقصى حاجة ممكن تستفيد منها. اربط محتويات ببعض علشان كلهم يكونوا زي نظام سلسلة.
انت علشان تربح من الانترنت بقول لك روح طور ذاتك اول حاجة. طب ما انا بديني بطور الذات، عندي فيديوهات لتطوير الذات وانا اصلا بقدم محتوى لتطوير الذات. طب يلا علشان نربح من الانترنت، طب ما انا بقدم محتوى ازاي نربح من الانترنت. طب عايز فكرة مشروع، عندي افكار مشاريع. طب عايزين حلول لمشاكل اليوتيوب، عندي حلول لمشاكل اليوتيوب كتير، ان كانت بالسيو قلة المشاهدات، اي حاجة انت عايزها بتلاقيها. طب عايزين نربح من يوتيوب بشكل عام، برضو بنقدم فيديوهات زي كده. فانا مطلوب منك انك انت تعمل زي تربط يعني قناتك، تجمع بين حاجات كتير، بحيث انه ده مش هيتابعك علشان مثلا الربح من الانترنت، بل علشان يوتيوب يفضل يستنى فيديوهات اليوتيوب كل ما انزلها اول باول. انا مش هتابعك عشان يوتيوب وهتابعك على الربح من الانترنت. كل ده حاجات أساسية وحاجات عادية، وبالعكس دي بتطور وتكبر من قناتك إن كان من ناحية المشتركين المشاهدات وحاجات كتير قوي بتحصل. فالمطلوب منك إنك تجمع قناتك، متخليهاش بس على محتوى واحد. يعني لو طبخ اجمع مثلا بين المشروبات، بين المعجنات، واعمل كمان طبخ اللي هو برز وصلصة. طيب أكيد هتسألني إيه الحل للمشاكل دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها. هقولك علشان تحل المشاكل ديت لازم تركز على 3 حاجات أساسية. أول حاجة اعمل عنوان وصور مصغرة تخطف العين. جرب كده تصمم الصورة وشوف ايه اللي هيجيب نتيجة معاك، إن كان الأول ولا ده. ابدأ الفيديو بجملة تخلي المشاهد يكمل، ما تضيعش أول 30 ثانية زي ما قلتلك بكلام ممل. قول حاجة تخلي المشاهد يستمر معاك للنهاية، بقولك اتعب على أول 30 ثانية من الفيديو. تالت حاجة استخدم كلمات مفتاحية صح، وروج للفيديوهاتك برضو صح. شارك على فيسبوك وجروبات وتأكد انه المحتوى اللي بتقدمه مطلوب اصلا. يعني اعمل محتوى زي الطبخ، زي الجيمنج، زي الربح من الانترنت. مثلا يوتيوب محتوى بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتحديثات الذكاء الاصطناعي وغيرها الكتير. لو انتوا عايزيننا نعمل حلقة بنتكلم بيها عن افكار قنوات ناجحة جدا، مفيش اي مشكلة، قولولنا واحنا هنعملها لكم ان شاء الله، مش هنقصر معاكم. دلوقتي قولي في الكومنتات ايه اكتر مشكلة بتواجهك مع المشاهدات، ولو الفيديو ده ساعدك كتير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان اشارك معاكم اكتر اسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وتطوير الذات وغيره كتير. اشوفكم بفيديو جديد، شكرا لكم.